السلام عليكم ومرحبا بكم في ابيزود جديد. وكيف ما شفتوا في الفيديو ديال البارح حنا دابا في واحد السيت اب جديد. والدراري اول حاجه كي جاكم السيت اب جديد قولوا لي الدراري كي جاكم في الكومونتير، حيت انا عجبني على هذاك الشيء اللي كنت كندير قبل. ونتلاقاو مور لانترو. واليوم غادي نهضروا على الماتش الفينال ديال العصبه ما بين ماميلودي سان داونز والفريق جيش ملكي. وبغي هذا الفيديو درتها بالنسبه للجماهير الجديده ديال ماميلودي سان داونز، عرفتهم كثروا في المغرب بانوا هاد الايام وعارفوا ما عارفين حتى حاجه على الفريق ديالهم الجديد. يعني هذا الفيديو هذه باش نخبركم على شكون هو فريق ماميلودي سانداوز، شكون من اللعابه اللي كيلعبوا، وحتى الجماهير العسكريه بيان سور اللي باغي يشجع لي فار في الفينال. ولكن هذا الجماهير ديال سانداوز بعد اول حاجه فرقه كيسميوها البرازيليانز، كتلعب بها بالصفر والزرق. دونك البرازيليانز داو البطوله ديال لافريك دو سود 18 مره وداوها 7 المرات متتابعه في 7 سنين الاخرى. غير هذا العام قدو ما يديوهاش، حيت الا ربحات اورلاندو بيرات لي دو ماتش ديالهم الاخرين فماميلودي راه غادي تربح، عفوا اورلاندو بيرات غادي تربح الشامبيونا لاول مره من 7 سنين. قد ما ديهاش ماميلودي سانداوز، وان شاء الله الى لي فار حيدات لهم حتى العصبه يعني قد يديروا موسم صفري. ولكن ماميلودي سانداوز في هذه السنين وسنين باور هاوس كما كتقال في الكره الافريقيه. العام اللي فات داروا فينال خسروا ضد بيراميدز في هذاك البيت ديال الكرتي في الدقيقه 90، والعام اللي فات والعام اللي قبل دومي فينال كانت قصاتهم الوداد. لا بقيتوا عاقلين ملي كان مازال مكوينه في هذاك الماتش 2-2 اللي مارك هذاك مفالا على راسه وخرج عليهم. يعني فريق اللي سنين وسنين هو كيلعب في القمه الافريقيه وديما كيكون اصا باش يدي العصبه. وهذا العام كيقولوا هذا العام عامنا حتى هما بحالنا بحالهم. احنا عاوتاني ما شفنا هذا الشيء من فينال من 85. بالنسبه لليفيكتيف اللي عند ماميلودي سان داونز عندهم افيكتيف زوين، فيه بزاف ديال لي زانترناسيونو، بزاف ديال اللعابه ساويين الملاير زانترناسيونو ديال لافريك دو سود. الا عقلتوا المنتخب ديال لافريك دو سود اللي كان قصانا في لا كوب دافريك ديال كوت ديفوار كان 9 لعاب من ماميلودي سان داونز، وبزاف مازال كيلعب. اللي ذكر الاسماء عندك الكارديان رونويل ويليامز اللي كيلعب مزيان برجليه، كاين ثيمبا زوان، تشيبوهو موكوينا هذاك اللي ماركا الكفره ديال البيت الثاني على بونو، وموديبا ومودا، وهادو كاملين قد يمشيو لافريك عفوا لكاس العالم. وبزاف منهم غادي يكونوا تيتولار، فمؤخرا كانوا على الاقل 6 منهم تيتولار في المنتخب ديال جنوب افريقيا. يعني فريق متمرس وعارف حتى لو او نيفو. وعاد من فوق هذا الشيء جاو واحد اللعابه جداد هذا العام بحال لافون سونتر الكولومبي برايان ليون اللي جاب 2 المليون دولار عليه 3 المليون دولار، 2 المليون 700 الف دولار. وجابوا لعاب من فيتوري هوي ماريش ديال البرتقيز 1 مليون دولار، حتى هو برتقيزي جاي كيلعب في لافريك دو سود باش تعرفوا عندهم القوه الماليه باش قدو يستقطبوا هاد اللعابه هادو. فهادو كانوا هاد الجوج كانوا اهم انتدابات. كانوا شي انتدابات اخرين ولكن ما كيلعبوش بزاف، حيت كيف ما كتعرفوا فريق ميلودي سان داونز فوتبول هيريتاج كما قال مورينيو، فريق مبني من هذه السنوات وبزاف د اللعابه سنوات هما كيلعبوا فيه. يعني غير مره كيزيدوا خضره فوق طعام. هاد الجوج اسماء اللي ذكرت هما اللي كيلعبوا بزاف في ليفيكتيف، البرتقيزي والكولومبي. ما سينو راه اللعابه اللي كانوا العام اللي فات هما الاغلبيه فيهم اللي كيلعبوا. نقدروا نذكروا الاسماء بحال كوبيدو، مودا ومورينا اللي ذكرتو كان هو في المنتخب. هادو في الدفاع موديبا، موكوينا، اليندي اللي هو اصل شيلي ولكن هو العشره ديالهم، هو اللي كيلعب العشره دو بون كاليتي. واخا ما كيعجبنيش بزاف بيني وبينكم، تفرجت فيه مره مع جوج كيجيني زحزوح كون كمل كان يكون احسن منه. مي بون هذا شي واحد اخر. بالنسبه لبنادم راه لاعب شيلي كيلعب في لافريك دو سود يعني راه ساوي الثمن. كاين نونو سانتوس اللي ذكرت لكم قبل اللي جا من البرتقيز، جايدن ادامز. وعاد القدام عندهم اقرام راينرز قناص اللي جابوا الكولومبي باش يكونكورونسي، ولكن كان هو لافون سونتر ديالهم. فالمهم مره كيلعب هذا مره كيلعب الاخر، مره كيلعبوا 4-4-2. كاع هاد الترجي راه كانوا يلعبوا 4-4-2 في رادس باش يربحهم 1-0. كاين تشريق ماتيوز. هادو كاملين اللعابه اللي ساويين الثمن، يمكن كاع لا فالور مارشون ديالهم اكثر من اللعابه ديال الجيش. ولكن كاين واحد البايس عاوتاني، حيت هما ما عندهمش الزماكريه بزاف، ما عندهمش لعابه كيلعبوا في اوروبا، فبزز منهم يعولوا على البطوله المحليه اللي قد يقول بنادم انت هذه خطه تقد تنجح باش توصل لمواصل في المنتخب. مي بون هذا سوجي واحد اخر. وما عاوتاني من غير بيرسيطا وشي لعابه قلال في المنتخب ديالهم كيتبازوا على اللعابه المحليين، حيت كيتخلصوا مزيان وما عندهمش علاش يمشيو لشي شامبيون واحد اخر اللي غادي يعطيهم فلوس قل. فاذا فريق جيش ملكي غادي يلعب ماشي غير ضد فريق، غادي يلعب ضد نص منتخب، غادي يلعب ضد لعابه ساويين 2 المليار 3 المليار. يعني هو واحد تشالنج. ولكن ما نساوش العام اللي فات تلاقى فريق جيش ملكي مع ماميلودي ساندونز في عصبه الابطال نيت، وجوج ماتشات سالوا 1-1. الا عقلتوا
ماميلودي ساندونز لعبت ميتا في 4 الميطات. الميتا الاولى في بريطوريا، يعني فريق جيش ملكي قد يكون واحد الخطوره على هذا الفريق هذا غير بهذا اللعب. ولا فيكتيف من العام اللي فات هذا العام ما تبدلش بزاف، ما غير مشى حزوح يعني. واخا هذا الشيء كامل، ففريق الجيش الملكي مازال عنده القدره باش يربح ويجيب هذا الفينال هذا، حيت هضرنا حنا على لا فالور مارشوند حتى، ولكن الا هضرنا على اللعب فمكوينه بالنسبه لي راه نفس النيفو ديال الحريمات، واخا ساوي يمكن كثر منه. بخي حريمات دابا مع الشان وكاس العرب ولا ساوي كثر، ودابا غادي يمشي للمونديال ان شاء الله. ولكن عندهم نفس ستيل دو جو، بجوجهم دي مينور دو جو ريكولي كيدوروا اللعب من اللور، عندهم واحد لاديسيون كيتزاد لقدام. وهي بالنسبه للتاكتيك اللي مازال ما دويتش عليها، فالتاكتيك ديال الفريق ميلودي سان داونز ولات شويه براغماتيه مع المدرب البرتقالي نيت ميغيل كاردوزو. ولات شويه براغماتيه، واخا هما مازال الثقافه ديالهم هي البريسينغ او هي يمشيو عند الادفيرسير، ولكن مع ميغيل كاردوزو ولاو كيلعبوا شويه ديال الجو ديريكت اكثر، يقدروا يلعبوا لك الكرات في الظهر بحال اللي داروا هذا الترجي، يقدروا يلعبوا الكرات في الظهر من الديفونس تجي واحد اللونبالون في لا بروفوندور. حنا عارفين مع الغياب د ميندي وغادي يلعب سي عبد الحميد الحاج عبد الحميد، راه خصك تحضر من الكرات في الظهر. عبد الحميد راه 100 مره ضربوها ليه في ظهره وما شدهاش. يعني هذا هو الخطر اللي قد يشكل فريق ميلودي ساندونز من الناحيه التكتيكيه. ولكن بالنسبه لي كيبقى جوج فروق بنيفو متقارب، وهذا الشيء انت اصلا وصلتي للفينال، ما خصكش تخوف من اي حاجه. وصلتي للفينال يعني راه بقيتي اصا باش دي العصبه ثاني وحده. ومهم بالنسبه للجماهير ديال ميلودي ساندونز الجديده في المغرب، كنحييكم. ها ما عطيتكم واحد الريزومي ومن اللعابه اللي غادي تشجعوا شويه، حفظوا السميات عافاكم وقوصوا مزيان. كنعطيكم التحيه من هذا الشيء. ومهم الدراري تلاقاو في فيديو الجايه، ما تنساوش ديروا لايك وديروا ابوني.